كوكو بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال تشيز كيك بدون فرن، واللي كيجي بحال شي كلاص، يعني بارد يصلح لهاد الوقيته ديال الصيف، وبواحد الطريقه اللي سهله وزوينه وبنين. كما كتشوفوا المنظر ما شاء الله كيجي زوين، وحتى المذاق رائع، خصوصا لوليداتنا اللي كيعجبوهم الشوكولا. كما كتشوفوا اليوم غندير معكم تشيز كيك بمذاق الشوكولا بدون فرن وبطريقه اللي سهله. غندوزو المقادير. غادي ناخدو واحد البسكوي ديال الشوكولا بحال هكا، يعني يكون اللون ديالو اسود، ولا هاد بسكوي يعني اللي كيكون اللون ديالو بني، في امكانكم تطحنوه وديروا معاه الكاكاو. المهم انا عندي بسكوي ديال الشوكولا، كما كتشوفوا غادي نطحنوه مزيان حتى يولي ليا على هذا الشكل. غادي ناخذ واحد 200 غرام ديال البسكوي وغادي نطحنوها مزيان كما كتشوفوا، وغادي نزيدها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده كندوبوها، وغادي نخلطوا بها هاد البسكوي ديالنا مزيان حتى كيولي يعني كنتحكموا فيه. غادي نبقاو ندخلوا فيه داك الزبده مزيان، يعني حتى من كنجمعوه هكا بيدنا كيتجمع. كما كتشوفوا غادي نخلطوه مزيان حتى كيولي كيتجمع بحال هكا، يعني باش نتحكموا فيه في المول. غادي ناخذ واحد المول القطر ديالو 20 سنتيم، انا حطيته غير على داك الصينيه حيت غادي ندخلو الكونجيلاتور، وغادي نستف فيه داك البسكوي ديالي مزيان هكا، وغادي نبرك عليه بيدي باش يجي يعني مسطح، يعني شكل واحد، يعني قياس واحد. وغادي ندخلو المجمد. هنا غادي ندوز نخدم الكريمه ديالي. غادي ناخذ كريمه سائله نص سيترو. انا هنا البنات درت سيترو حيت راني درت جوج ماشي غير واحد. هنا نتوما يعني غتاخدوا القياس ديال ليطرو ديال نص يطرو عفوا. انا هنا عندي 2 يطرو ديال الكريمه السائله اللي غادي تكون بارده مزيان، يعني من قبل ما تخدموا بها ديروها في الكونجيلاتور هكا حتى تبرد مزيان، عاد خدموا بها من الاحسن باش تطلع معكم بواحد السهوله. كما كتشوفوا غادي نخدمها بالطراب مزيان حتى تبدا تطلع معايا. غادي نطربها مزيان، يعني كما قلت لكم هنا راه عندي كميه كثيره، ماشي انتوما خذوا غير نص سيترو ولا اكتفيو غير بهذيك، يعني واحد 250 غرام، وتطربوها مزيان كما كتشوفوا حتى كتطلع ليا الكريمه ديالي. وغادي نزيد واحد جبن طاري، يعني داك الياغورت اللي كيكون مكتوب فيه جبن طاري. غادي ناخذ واحد، نتوما ديروا 2 الا درتو نص يطرو، انا دايره يطرو درت 4 ديال جبن طاري، ودرت طاسه ديال الجبن العادي. يعني نتوما ديروا غير شي 2 معالق ديال الجبن العادي، وديروا 2 ديال جبن طاري بحال هاد اللي كتشوفوا معايا في الصوره. وهنا غادي ناخذ واحد يعني طاسه بواطه ديال الجبن، ومن بعد كنطربو مزيان كما كتشوفوا. غنطربوه مزيان غيبدا يتجمع معنا، يعني الكريمه غتولي قاصحه باش نصايبوها نتحكموا فيها كما بغينا. كما كتشوفوا كتولي بحال الثلج، يعني هذه هي الكريمه ديالنا اللي خاصنا تكون بحال هكا، يعني باش نتحكموا فيها وباش تنجح معنا، باش ينجح معنا التشيز كيك ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا راها كتكون عاقده يعني بحال الثلج. كنخرج داك البيمو ديالي البسكوي ديالي من الكونجيلاتور، وكنزيدو داك الطبقه يعني ديال الكريمه، وكنستفها حتى هي مزيان يعني، وكنقادها باش تجي مسطحه، باش من درت الطبقه الثالثه ما تجينيش مائله، ولا كنسطحها مزيان هكا بالمعلقه وكندخلها عاود المجمد. هنا غادي ندوزو نخدم معكم الطبقه الثالثه اللي هي غناخذ فيها نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الكريمه السائله. انا راه خليتها قبيله من خويت، ما خويتش كلشي. وغادي نديرهم على واحد النار ونخلطهم مزيان. وغادي ندير هنا شوكولا يعني عاديه، عاد تاخدو واحد 10 ديال القطع ديال المربعات ديال الشكلاط، يعني وغنديروهم في داك الحليب والكريمه ونذوبوهم يعني بشويه، وحنا كنحركو حتى كيذوبوا. وهنا كيعطونا واحد بحال الكريمه، واحد الكاناش ديال الشوكولا اللي كنزيدوه من بعد ما كتبرد لينا داك الكريمه. كنجبدوها من الكونجيلاتور وكنزيدو عليها من الفوق بحال هكا، وكنحاولوا نمشيوها مزيان، وكنردوه عاوتاني للمجمد ديالنا.
حتى كتبرد ليا يعني داك الطبقة الثالثة وكتولي يعني شادة في راسها. من بعد ما هنا راه جمد ليا الكريمة يعني برد ليا التشيز كيك، راه كيجي بحال شي كلاص كنزوقوه. يعني الطريقة ديال الزواق حسب الاختيار نتوما باش بغيتو التزيين ديالو. انا هنا درت غير الكاكاو وزينته به بحال هكا، يعني حتى هكا كيجي الشكل ديالو زوين صافي. يعني هذا هو التزيين البنات حسب الاختيار ديالكم باش ما بغيتو تزينوه. وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، كيجي المنظر ديالو تبارك الله غزال، وحتى المذاق ديالو ما تشبعوش منه. يعني المذاق ديالو كيجي خطير والكريمه عاقده، وكما قلت لكم كيجي بحال شي كلاص. داك الكريمه ملي كنديروها في الكونجيلاتور كيجي بحال شي كلاص كريمي رائع، واحد تشيز كيك يعني يستاهل التجربه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش من الكومنتيرات الزوينين والاشتراك في القناه ديالي، وشكرا.